طيب، الهلال السوداني امبارح الصفحة الرسمية منزلة بوست بيقول لك انت وتاريخك في القمامة. انا وتاريخي النادي الاهلي في القمامة. لما احنا في القمامة انتم فين؟ انتم مكانكم الطرنشات. انا عارف ان احنا بنتعاملوا مع ناس وسخة في القارة، انا عارف ان احنا في قارة وسخة. انا عارف ان مكان الاهلي مش مكاننا، مش في قارة افريقيا. يعني انا عارف ان النادي الاهلي ده يعني الحمد لله نعمة كبيرة، ما يستحقش اللي هو يكون موجود في افريقيا. فكون ان احنا مستحملينكم، سواء بقى السودان، سواء الزمالك، سواء اي فرقة منافسة جمهورها لا يفقه شيء، فلينا الجنة. دخلت عملت سيرش على الابطال اللي ليهم تاريخ، حدث ولا حرج. قاريا صفر، لا بطولة افريقيا، لا سوبر افريقي، ولا مشاركة في كاس عالم للاندية، ولا اي حاجة. يمكن بكتب اهم انجازات الهلال السوداني، طلع لي محمصة اولاد ام درمان، اخرك لب وسداني وشوية حنكشبات كده في مقلة وتقعد تبيعهم. طيب، هو جمهور الهلال السوداني ما يختلفش عن جمهور الزمالك في مصر بحاجة. الاتنين واحد، الاتنين واحد اقسم بالله. يعني انا عارف ان الاتنين واحد. هم اهم انجازاتهم هم كسبوا نادي القرن الافريقي النادي الاهلي. مش عايزين حاجة من الدنيا تاني باعترافهم. قال لك احنا مش عايزين البطولة، احنا عايزين اهم حاجة نكسب النادي الاهلي. فكسب النادي الاهلي، بصرف النظر بقى عن كسب ازاي ما كسبش ازاي ماليش دعوة، هو خلاص كسب الماتش. يقول لك انت وتاريخك. فهي الغلطة مش عندكم، هي الغلطة على ادارتنا، الغلطة عندنا احنا. احنا كنا بنطبطبوا عليكم، احنا كنا حنينين عليكم، كنا طيبين عليكم. ومحدش بقى يقول لي العروبه والكلام الكبير والوطنيه والكرامه والكلام دوت. يا جدعان، واحنا اخوات. الناس دي من زمان قالت لك لا نيل ولا نيله. الناس دي اصلا ما بتحبناش على المستوى الشخصي كنادي اهلي، وعلى المستوى العام يعني كدوله مصر. ليه؟ لما كنا دوله واحده كنا بنكسب فيهم. الناس ديت، ما هي الناس دي بتتباع، فاهمني؟ فهي الناس دي كده، هي بايعه بعضيها اصلا. هم مقسمين بلدهم 3 4 دول، فاهمني؟ فهم اصلا بايعين، هم بايعين نفسيهم. فانتم ولا حاجه، اقسم بالله. جمهور الهلال السوداني انتم ولا حاجه. انتم يعني ايه ده؟ ده احنا عايشين مع قاره وسخه يا راجل. ولا هتنضفوا طول عمركم، ولا هتعترفوا ان في نادي مشرفكم من غيره. مكانكم الترنشات مش الزباله. ونتقابل يوم السبت باذن الله على اداره النادي الاهلي. بطلوا الطيبه، بطلوا الحنيه، ما تطبطبوش على حد. مالناش اخواتكم هو جمهور النادي الاهلي وبس. واديكوا شايفين. تتقابلوا يوم السبت يا هلالويه يا زلو، يا اللي تاريخكم ابيض. والله العظيم.